سيد ميماتي، حضرتك تفضل فوت لعند المدعية، أنا لاحقك. سيد عبد الحي، المدعية بتقلك اتصل بالسيد علمدار. حضرة المحامي، شو علاقة مراد علمدار بهالشغلة؟ طلبته المدعية، قالت إنه بدها تاخد إفادته كمان. ما فهمت عليك. يعني ميماتي باش عاجز ما بيعمل شيء لوحده وبإرادته؟ ميماتي عم يعتبرونا عصابة، لهيك طالبة المعلم. العصابة هن هدول يلي كانوا قاعدين بالاجتماع. ما علينا، بحكي للأستاذ المدعي، انتوا لا تتصلوا بالمعلم. دق له حضرة المحامي وحاكيه بلهجة مناسبة ولطيفة. أكلنا كل أنواع العقوبات بهالحياة، على الأقل خلينا نحولها لمؤبد مع الأشغال. حضرة المدعي قال طلبتي مراد علمدار. أصلا ما في مشكلة، وإذا في مراد علمدار ما له علاقة بشي. أنت لا تجاوب قبل ما أسألك. ماشي، اسألينا لنجاوب. شو بدك يانا نسألك على كيفك؟ ماشي، بس أنا ما حكيت شي. طيب هي سكتت. اطلع لبرا. شكرا كتير، تسلمي. ما قلت لك أنت حر؟ اطلع لبرا وبعت لي محاميك. يا حبيبي. العمى، الكفوف يلي أكلناها اليوم من هالتنتين بحياتنا ما أكلناها. أنا مو كنت معاهد حالي ما أضرب مرة؟ سحبته وأنت شاهد يا عبد الحي. إذا بتريد ميماتي لا تحكي هيك بقصر العدل، بترجاك. بدي إياك. روح روح، أنت بتشبه المحامين كتير بهالمشية. شو انتو يعني ما بتفهموا الحكي؟ شو قصتكم؟ ابعتوا المحامي تبعكم. حضرة المحامي، رح يجي مراد علمدار؟ اتصلنا فيه وقال جاي دغري. ايه، هلأ رح بلش اخذ افادة هدول اللي برا مع لالا زارا. حاضر. انت ليش عم تعمل معي هيك؟ يعني حتى ما تطلع فيني لوحدي. إذا معنا عملت هيك أكيد رح تطالعها من راسه للمعلم. هي إذا إجا. أنا أعطيت رقم المعلم للمحامي، اتصل فيه وقال جاي. تعرف شو؟ أنت بيطلع منك مهرج شاطر. أنت عود خشب وبس، ما فيك ولا ورقة. انت خليك هون عابد، في حال صار شي ما منيح حدا منا يبقى برا. مثل ما بدك معلم. ست لالا تفضلي احكي. بدي اعطي الافادة تبعي باللغة يلي بعرفها. ما فهمت. هذا حقي الدستوري، حضرتك بتاخدي افادتي باللغة يلي بدي اياها. شايفة حضرة المدعية عم تحاول تحرف القضية. شو انت ما درست حقوق؟ ليش بتنكر على الناس اقدس حقوقهم الدستورية؟ ما بتعرف انه حقنا بالدفاع هو من اقدس الحقوق؟ لغتك التركية ممتازة، يمكن بالتركي فيك تعبري عن اللي بدك اياه بشكل افضل، وهيك بيقدروا يفهموا عليك المتهمين بشكل احسن. هلا إذا كل واحد بده يحكي باللغة يلي بيعرفها، أنا كمان بحكي باللغة يلي بعرفها. سيد رمضان. أمر حضرة المدعية. السيد رمضان بيعرف لغتك، تقدري تقدمي إفادتك باللغة يلي بدك إياها. استباستكن. عم تتشكرك.
ممكن تحكي لنا شلون صارت القضية؟ من لجهك يبو أندامن بارتيا خوريسه بادكر وأفيهن هاتن كتن هندر وهافدن جو بروباكاسيونا بيك بينن. لما كنا عم نتناقش أنا ومجموعة من المؤيدين بالاجتماع تبعنا دخلوا هدول الشخصين وقاموا بعملية استفزاز بشكل وقح. إب أجانن دبلتنا بخستناكي شبكنا تشيزورا فيت شوا صندن لمدكن. انت وحدة كذابة. ليش في عصابة بكل البلد أكثر منكم؟ لا تحكي قبل ما أسمح لك بالحكي يا مواطن. هدول عملاء للدولة عاملين عصابة مسلحة وعم يمارسوا علي هذا الضغط من زمان. تدعي عليهم؟ أذكلي دارم أجوارا دي بيجيم كوج آلية هم أجانن تيجي دي تم تهديد كرن. قالت بتدعي. هموت كي بيجا. بس أنا ما قدرت أفهم كل شيء قلتيه حضرتك. انتو شو عم تحكوا بين بعضكم؟ حضرة المدعية ما بتعرف اللغة منيح، ما عاد فهمت شو عم تحكي. اللي قلته اني عم بتعرض لكل انواع التهديد الممنهج من قبل عملاء الحكومة التركية والمتعاونين مع الامبريالية. بما انك ما بتعرفي لغتك بشكل منيح، ليش ما بتتعلميها؟ ليش سمحتوا لنا؟ اللي بده يتعلم يا ست بيتعلم. أنا بعرف الكرمانجي وبعرف الصوراني. أنت ليش ما بتعرفي؟ بس شاطرة أنك تتفلسفي علينا بالكلام؟ يبدو انك متدرب بشكل منيح لتكون عميل. نحن هون عم ناخد إفادة، ما عم نشتغل بالسياسة. بتجي لعندي وبتقلي انك حابب تتعاون معي وبعدها بتبعت لي رجالك لحتى يقتلوني. كنت مفكرتك غير عن بقية العملاء، طلعت غلطانة. طلع ما في عميل للحكومة بيتصدق كلامه. لا بدك تضلي عم تقولي عميل؟ شو داخلة بالحالة كتير ومتبنيتيها. برافو، انت عميلة شاطرة كتير. حضرة المدعية طالبتك. معلم بالأول اسمعنا لا تتوافق إفاداتنا مع بعض. ميماتي بهالفترة ما عندي شي بيتوافق معكم. قال حضرتك طلبتيني. ادعي لربك يا مرة منشان يحطونا 30 سنة بالسجن. أنا حطوني كتير بالسجن. السجن برجع العقل لراس الواحد، بخليه يفكر أحسن. لما بتطلع بتصير بتعرف أكتر لوين ما لازم تقرب. بالظاهر ما عرفتني. لا ما عرفتك. أنا هلأ لازم ناديك سيد علي ولا سيد مراد؟ شو ناديك؟ نحن بنعرف بعض؟ شي بيزعل كتير. نحن ما أخذنا إفادتك أنا ورهف؟ هلا هي انتي ليلى؟ يا لطيف قديشك متغيرة. خلص راحت ليلى القديمة. كان إلك نظارات مثل كعب القنينة. ما تقلي هيك بس تطلع على حالك، ما بقي منك شي بيشبهك. عن جد تفاجأت كتير بشوفتك. تفضل. قديش حكيت مع رهف حتى تتوسط لي عندك مشان تساعدني لأقدر صير دبلوماسية، بس ما عملت لي واسطة. شوف صرت مدعية. بتعرفي المرحومة كانت غيورة فما قالت لي. لا تخنا، رهف بدها تغار مني؟ أجمل بنت بكلية حقوق اسطنبول. ليلى احكي لي كرمال الله، انت من وين طلعتي؟ لما انت ما عملت لي واسطة رجعت لعند أهلي، بعدين عملوا امتحان هون، دخلت ونجحت وصرت مدعية.
بس رهف ما عادت حكت لي عنك ابدا. انا فكرتكم تزعلتوا مع بعض. ليش المسكينة كان عندها إمكانية تشوفنا؟ كم سنة اضطريتوا تختفوا؟ ايه بس بعدين طلعت شغلتي بالجرايد والتلفزيونات، ليش ما اتصلتي وقتها؟ ما حبيت اتصل، وما قدرت اجي على جنازة رهف. ايه، شو اخبارهم بابا عمر وماما نازك؟ العمل ليش طول كل هالقد؟ طبعا لأنه صعب عليها تفهم على المعلم. أكيد بيكونوا عم يتخانقوا مع بعض. طيب ليش اخذتي افادة الجماعة تبعي؟ مناوبتي وهن وقعوا عندي. ايه، وشو رح تعملي؟ معقول قلك يعني؟ الصداقة شي والشغل شي. انا عم اسأل اذا كانوا احرار هلأ ولا لا، لانه اذا كانوا احرار بدي اخذهم اعمل لهم عندي محكمة على رواق. اعمل انت اعمل لهم المحكمة اللي بدك اياها. شكرا. سمعت انه تركت شغلك. هذا اللي صار. مراد، بسبب الوظيفة اللي كنت فيها في عندك أعداء أكثر من الأصدقاء. رجاء انتبه على حالك. الكل حابين إنه يشوفوك هون عندي، بس أنا ماني حابة. يعني انت مانك حابة تشوفيني؟ إيه بس مو هون. بعدين لهلأ متذكرة برك الماما نازك اللي بيطيروا العقل. لكان مخليها تعمل لك وتعزمك، رح تفرح كتير بهالشي. سلم لي عليهم. بيوصل. انت تابعنا الملف. حاضر يا معلم. شرفوا. طلعت صديقة قديمة. هلا هي صديقتك معلم؟ واحتدت علينا كل هالقد؟ منين صديقتك معلم؟ مو صديقتي، صديقة رهف بالكلية، وكانت تحبها كتير. صار لي زمان كتير ما شفتها. حلو كتير. إذا صديقتك هي يلي بتاخد الملفات على طول فينا نطلع من كل شغلة. مرة تانية ما بتعملوا شي من دوني. قول سمعوا. انت بمحلك؟ ماشي جاي. معلم انتوا روحوا، رح مر على محله والحقكم. ليك ما تنتبه، لا تشتغل بلا لازارة. راح ضل اشتغل فيها معلم، بس هلا الموضوع هو شغل مو اكتر. شغل شو؟ نحن بقصر العدل شلون بقول لك؟ تجارة.